ولكن قبل ذلك أبدت جماهير تسيسكا موسكو وإدارته استغرابها الشديد من تصريحات يايا توري لاعب مانشستر سيتي، والتي اتهم فيها مشجعي النادي والتي اتهم فيها شوفي إذا مشاهدينا نواصل وإياكم هذه النشرة. في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا فرض غوانغجو التعادل على مضيف FC سيول الكوري الجنوبي بهدفين لمثلهما على ملعب كأس العالم في سيول لينتظر لقاء الإياب من أجل حسم اللقب. نعتذر على هذا الخطأ التقني ونواصل وإياكم هذه النشرة مشاهدينا، ونتابع إذا مع خبر جديد، حيث وجه نادي النصر الكويتي كتاب احتجاج. نعتذر مشاهدينا من جديد على هذا الخطأ. معكم هذه النشرة. احتفظ بطل العالم الألماني سيباستيان فيتل بلقب بطولة العالم للفورمولا 1 للعام الرابع تواليا بعد فوزه بسباق جائزة الهند الكبرى المرحلة 16 من بطولة العالم، أي قبل 3 جولات على نهاية الموسم. فيتل حل في المركز الأول في صدارة الترتيب العام إلى 322 نقطة بفرق 200. طيب إذن نواصل معكم هذه النشرة. كما قلنا لكم من سيباستيان فيتل أحرز اللقب للمرة الرابعة توالي الهدف في الفورمولا 1. حسب الإسباني بول إسبارغارو لقب إذن هذا الدوري الفرنسي كما تابعنا قبل قليل، يبدو أنه فريق موناكو كان متقدما بهدفين دون مقابل. في الدوري الأرجنتيني أهدر نيولز أولد بويز المتصدر نقطتين ثمينتين بتعادله مع ضيفي جودي كروز بهدف لمثله في الجولة 13 من مرحلة الأبرتورا. نواصل إياكم هذه النشرة ونعتذر إذن لهذا الخلل. هذا الخلل ربما ناتج دائما في الاستوديو. نذهب إلى تذكرت حالي في البوسنة. هناك تساؤل ربما يطرحه مشاهدو الجزيرة الرياضية على حضورك في برنامج باسم يوسف، والذي ربما وجد بعض الاستياء من جميع المتابعين. والله لا بعرف باسم يوسف، ولا بعرف حد من المعدين، ولا بعرف حد، وبعدين ماليش علاقه اصلا. هو الثالثة خلال الجولات الأربعة الأخيرة إثر سقوطه أمام مضيفه الرودا بهدف الاثنين ضمن الجولة 11. هذه الصور لم تكن بأهداف. نكمل الأخبار مشاهدينا. نقطة كابتن ماجد. هذه هي نشرة الأخبار مباشرة من قنوات الجزيرة. ثمرة الأهداف على مرمى الشيكاغو. صلوا على النبي يا شباب، صلوا على النبي، صلوا على النبي. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أصحابي أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. الله يخرب بيتكم، الله يخرب بيتكم. الله يخرب بيتكم. حسيت وين النشرة؟ وين النشرة؟ على أي قناة؟ اوه ماي جاد، نحن بس هلا بريك. ايه الفريق الضيف في اسفيكس كان بادئ بالتهديف عبر تيم ماتفيز عند الدقيقة 9 فيما عدل رضا التفتة بواسطة فليدرز في الدقيقة. إذا مشاهدينا نعتذر عن هذه الأخطاء الفنية ونعاود نشرتنا.
وكان الاتحاد الغاني قد طالب في مناسبات عديدة بضرورة نقل اللقاء خارج القاهرة، وذلك لغياب الضمانات الأمنية الكافية. هذا وكان المنتخب المصري قد خسر في كوماسي ب1-6 في موقعة الذهاب، ويقام لقاء العودة في 19 من الشهر المقبل. طبعا هذه ليست المباراة التي ستشاهدونها. وضمن استعدادات مونديال 2014 فاز المنتخب الأردني على نظيره النيجيري بهدف دون رد في اللقاء الودي الذي جمع بينهما باستاد عمان الدولي. منتخب شام على أرضه ووسط جمهوره بقيادة المدرب اللبناني راني طيب نجح في خطف هدف اللقاء الوحيد عن طريق لا أدري ما يحدث هنا. هناك خطأ في هذه النشرة أكيد. نواصل هذه النشرة مشاهدينا من الجزيرة الرياضية. ما صحة الأخبار التي تدور هناك في المواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإسبانية عن هجوم مراسل الجزيرة الرياضية واعتدائه على أحد عمال النظافة في ملعب الكامب ناو. أرجوك أشرف ضع المشاهد الكريم حول مصداقية هذه القناة التي تعودها مننا المشاهد الكريم. تفضل أشرف لك الكلمة. نحن تعودنا أن نعمل باحترافية، ولا أعتقد أن مراسل الجزيرة الرياضية أو أن أي عامل في هذه القناة سيقوم بمثل هذه الأشياء. لهذا الأمر عار عن الصحة، وأعتقد أننا قمنا بعمل جيد خلال هذه السنوات. أوصلنا الصورة الحية للمشاهد، ولم يكن أحدا ليتجرأ ليقوم بهذا العمل. ماذا عن عودة إبراهيموفيتش لبرشلونة؟ هذا الموضوع ليس واردا تماما ان يعود الى برشلونه. ابراهيموفيتش سعيد في باريس سان جيرمان، واظن انه سيبقى. هناك من يقول ان قنبله اعلاميه ستتفجر اليوم بان نيمار ايضا سيرحل الى باريس سان جيرمان. اشرف.